مساء الخير، مساء الفل. ألف 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 مبروك للأهلاوية والنادي الأهلي الفوز بالقمة 126 بنتيجة 4-1 برعاية حسين الشحات، شحات الغرام، شحات الحب، شحات كل حاجة. حسين الشحات النهاردة أنهى المباراة في الشوط الأول. الأهلي بيكسب 4 نتيجة كبيرة ولكن الأهلي كسب مكسب تجاري. في وجهة نظري الأهلي أضاع فوز كبير جدا، أضاع سكور كبير جدا تحديدا في الشوط الثاني. الشوط الاول بدأ بسرعه وكعاده مباريات القمه المخرجين ما بيبقوش معانا وبيبصوا في حتت تانية. كوره في الدقيقه تقريبا 1.5 او في الدقيقه الثانيه الشحات بيخطف كوره ما حدش كان شافها، ولكن طبعا شفناها في الاعاده. المخرجين بيعملوا ايه؟ بيبوظوا علينا متعه الكوره. ولكن الاهلي بيجيب جول في الاول، الناس قالت لك بس هنروح نبقى 6-1 وسكور و كان في ايد الاهلي يعمل ده، كان في ايده، والدليل ان انت مخلص الشوط الاولاني 3-0. الشحات تاني من تاني هجمه، والطريقه التي دفع ثمنها غالي جدا النهارده اوسوريو مع الزمالك. الشحات استغلها وحط الجول الثاني، بقت 2 والناس بدات تقول لك خلاص الاهلي سيطر، الدنيا رايحه، بدات الاحتفالات. وده كان واضح لان حتى الاستحواذ في الشوط الاولاني وصل لرقم كبير 64%. الاهلي خلص الشوط الاولاني 3-1. انا مش عايز اتكلم في فنيات كتير لان كنت حاسس ان لعيبه الاهلي واقفه، حتى في الشوط الاول واقفه ما بتتحركش. يعني اللعيبه ما عندهاش الحركه دي، ما بتضغطش، ما حدش بيجري. طبعا غياب مروان عطيه عن المباراه، غياب حمدي فتحي عن المباراه مخليك حاسس ان وسط ملعب الاهلي فاضي، مفيش غير ديانج وقفشه اللي عمل مباراه يعني حد ما كويسه في بعض الاجزاء كده من المباراه، وفخري. وبالتالي وسط ملعب الاهلي ما كانش بيعمل الدور اللي انت متعود عليه مع كولر تقريبا طول الموسم. وان كان يحسب لكولر ان هو قدر النهارده يحل الازمه اللي عنده في وسط الملعب بغياب كل النجوم اللي موجوده، سواء السوليه واحتراف حمدي فتحي وظروف وفاه والد مروان عطيه، والازمه اللي في الوسط دي عندك حلها لان هو بيدور اللعيبه، هو بيعمل روتيشن طول الموسم. فانت مش حاسس ان اللعيب اللي نازل يلعب، فخري كان بيلعب اخر ماتشين وبالتالي مفيش مشكله، هو قدر يحلها. طبعا مع الخطه اللي لعب بيها نادي الزمالك اللي لعب فتوح وزيزو في وسط الملعب، وده مش مركزهم ومش بتاعتهم، فكان في فجوه كبيره جدا ما بين وسط ملعب الزمالك وخط دفاعه. استغلها وسط ملعب النادي الاهلي والجناحين تحديدا حسين الشحات اللي تالق النهارده واستحق عن جداره رجل المباراه. الشوط الثاني بيبدا، كل الجماهير الاهلاويه عندها فكره او احساس ان احنا الشوط الثاني هنزود وهننزل ندوس، لكن اوسوريو بيعدل طريقه الزمالك وبيعمل 4 تغييرات دفعه واحده، بيعدل الطريقه. الغريب ان لعيبه الاهلي بدات تدلع بدري من اول الشوط الاولاني، والزمالك ضاغط ماسك كوره. فالاهلي لو قسمنا المباراه نصين، فالاهلي سيطر بالكامل على الشوط الاول وعمل اللي هو عايزه. الشوط الثاني الزمالك بالكامل سيطره مع هجمتين 3 اللي جه منهم الجون الرابع وهجمه تاو وشوطه محمد هاني الاخيره، هم دول اللي عملهم الاهلي في الشوط الثاني. لكن لعيبه الاهلي دلع غير طبيعي. معرفش بقى ده احساس ان الدوري خلص والماتش انتهى، معرفش ده احساس ان احنا خلاص جبنا 3 فمش عايزين. الثقافه دي لازم تنتهي من دماغ اللعيبه اللي بتلعب على بطولات، لان في تاريخ بيتسطر. انت النهارده كنت ممكن لو كسبت الزمالك بزياده اكتر من ال4 كنت نهيت على الجيل ده تماما وصدرت لهم مشاكل وعملت تاريخ كبير، ويمكن كنت دخلت التاريخ من اوسع ابوابه. لكن فكره ان اللعيبه بتدلع وعبد المنعم يفوت وديانج يرجع لورا وقفشه يقف، الكوره تبقى رايحين بهجمه فيقف يستنى، نلعبها لمعلول، معلول يلعبها له في نص سنتي، بنلعبها لبعض كتير. الحاجات دي لازم تنتهي. اللعيبه ما بتفهمش الرسائل اللي بتجيلها. انت النهارده داخل في اخر الموسم وعندك لعيبه راجعه من الاعراض وعندك لعيبه هتمشي وعندك لعيبه صفقات هتيجي. انت كلاعب عايز تثبت نفسك، لازم ده ماتش زي ده متسهل لك، ماتش قمه، الزمالك مش في احسن مستوياته، ادي اللي عليا واعمل واحارب واروح. لكن دلع، في دلع.
مش عارفين نعمل ايه. ما اعرفش ايه حكايه ان فراوده الاهلي بالذات سواء كهربا او شريف دايما بيقع في الاوفسايد بكل سهوله، دايما واقف ورا الراجل المساك بتاعه او المدافع واقف وراه سرحان توهان ما تعرفش. ساعد على ده حاجه هلوم فيها كولر، ان التغييرات اللي عملها انا كنت شايف انها تغييرات تجاريه. المباراه دي تحديدا في وجهه نظري مباراه احمد عبد القادر، هتطلع تاو انزل احمد عبد القادر. لازم يكون عندي جناح من الاثنين عنده المهاره. هتقول لي الضو لعيب كويس وعنده بس صغير، لسه الماتشات ما جابتوش، ما دخلش مع الفرقه قوي، ما حدش فهمه هو يمين ولا شمال، فلسه مش ده الماتش اللي انا اديله فيه. انا ممكن اديله في اخر 10 دقايق ربع ساعه. كنت ممكن انزل احمد عبد القادر. احمد عبد القادر عنده كوره كان هيعمل لك ضغط على لعيبه الزمالك، بيمسك كوره كويس، مع اختلافنا بقى ان هو بيضيع بس المباراه كانت متسهله دفاعيا خالص على النادي الاهلي، يعني هجوميا على النادي الاهلي دفاع الزمالك كان مسهله تماما. كنت ممكن ما اشركش طاهر، انزل القندوسي والعب القندوسي في وسط الملعب او تحت شريف يلعبه، لان كان واضح ان الشوط الثاني الاهلي ما عندوش امداد بالكور خالص، بنلعب دايما يا كور طويله يا كور عرضيه ما اعرفش لمين. ولكن ما علينا، الاهلي بالبلدي بخبره لعيبته بالتفوق بالكعب العالي قدر يكسب الزمالك 4-1. جون في الدقيقه 94 بيخلصوا شريف، بيحط الاهلي في مكاسب كتير جدا جوه الموسم. لكن كان ممكن تزود المكاسب دي، كنت ممكن تروح تجيب اكتر من جون. طبعا كهربا ضيع والشحات وتاو اللي ما ظهرش النهارده باحسن حاجه، ولكن في المجمل المباراه ما فيهاش حاجات كتير تتقال غير ان الفرقتين اقتسموا المباراه يعني شوط وشوط، مع ان الاهلي خلاص الشوط الثاني كان نازل كسبان 3، فبالتالي الموضوع بالنسبه له ما فيهوش اي مشاكل يعني. السؤال بقى اللي عندي هو لماذا لم يلعب الزمالك مباراه السوبر؟ اعتقد الاجابه جت النهارده، اعتقد الاجابه كانت شافيه ووافيه النهارده بعد مباراه القمه 126. لم يلعب الزمالك مباراه السوبر لان ده كان يحصل في السوبر هناك، مع اختلاف بقى الدوافع. يعني تخيل ان المباراه دي ما كانش الاهلي حسم فيها الدوري وكان محتاج النقطتين والمكسب، كنت هتلاقي اللعيبه بتلعب بطريقه ثانيه، كنت هتلاقي كولر على الخط بيتكلم بطريقه ثانيه، كنت هتلاقي دوافع كتير عند اللعيبه ما كانتش موجوده النهارده مع حسم لقب الدوري الاسبوع اللي فات. تمام؟ في النهايه مباراه قمه بتخش جوه دفاتر التاريخ، الاهلي بينهيها 4-1 وبيحتفل بكل اللي هو عايزه، بطل الدوري، بطل افريقيا، بطل السوبر، بطل الكاس، عنده بطوله سوبر تاني، عنده بطوله كاس لسه، عنده بطوله السوبر الافريقي. فالاهلي مكاسبه كتير جدا جدا. الزمالك فيه مشكله كبيره جدا جدا، هل هيكمل اسوريو مع الفرقه ولا هل هيرحل اسوريو النهارده؟ الاهلي كان رحيم بلعيبه الزمالك، ولكن اداره النادي الاهلي وجهاز الفني النادي الاهلي لازم توصل للعيبه ان المباريات اللي زي دي اللي فيها تاريخ انا لازم اكسب سكور، لازم انا مش بس المكسب ان انا خرجت فرحان عشان الجماهير. تخيل مكسبك 6، تخيل مكسبك 6 والاهلي اضاع اهداف كانت ممكن توصل ل6 و7. تخيل انت بتكسب السكور ده، بتعمل ايه في الفرقه اللي قدامك اللي عندها اوريدي مشاكل ماديه واداريه وايقافات وحاجات مع الفيفا؟ ولكن لعيبه الاهلي كانت رحيمه وكانت بتدلع زياده عن اللزوم انها توصل المباراه 4-1 بس وتروح جمهورها. يعني انت لو سالت جمهور الاهلي زعلان ومش زعلان، يعني ماتش كسبناه بس كنا عايزين ايه؟ اداء احسن وكنا عايزين نتيجه احسن. ولكن في النهايه مبروك للنادي الاهلي المكسب، مبروك للنادي الاهلي الدوري 43 والخمس القاب هذا الموسم. هارد لك لنادي الزمالك والزملكاويه، وان شاء الله الموسم الجديد يبقى عندنا كوره احسن وعندنا اداء احسن. وفي النهايه يعني كنت عايز اقول ان محمد شريف هو بيعرف يلعب ماتشات القمه، مباريات القمه لها لعيبه لازم تراهن عليها. محمد شريف واحد من اللعيبه دي، قدر بكوره واحده يحط جون رابع من لمسه واحده يخلصها. وعايز كمان اقول ان مباراه النهارده كان فيها مش بس الشحات، علي معلول كمان كان واحد من نجوم المباراه خصوصا دفاعيا، لانه عمل شغل دفاعي كبير جدا تحديدا في الشوط الثاني. مره ثانيه الف مبروك للاهلي، القمه 126 حمراء والبطوله حمراء والدوري احمر وافريقيا حمراء وسنه حمراء علينا جميعا ان شاء الله. اشوفكم على خير، دمتم سالمين.